السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتوما والناس العزاز على قلبكم. كيف ما قريتوا في العنوان، هاد القصه غادي تعيشنا معاناه ديال واحد السيده سميتها مريم. في واحد الحي من احياء مدينه الدار البيضاء كانت كتسكن مريم، هي والزوج ديالها حسن والولد ديالهم ياسين اللي كانت في عمره 3 سنين. مريم كانت موظفة محاسبة في واحد الشركة في القطاع الخاص، وكانت ناجحة في حياتها المهنية. مريم وحسن كانوا عايشين ميسورين الحال، وحتى حسن كان لاباس عليه، خدام مزيان وموفر لعائلته كل ما كيخصهم. وكانت بيناتهم هو ومريم علاقة زوجية زوينة بزاف، كلها حب واحترام. غيجي النهار اللي غيتعرف فيه حسن على واحد الصديق سميتو سعيد. سعيد واحد الراجل اللي كان العكس تماما ديال حسن، راجل بلا مسؤولية، وكان كيمارس جميع انواع الفساد من السكرة ومن القمر. هاد سعيد غيأثر على حسن بشكل كبير، بقى عليه حتى جرو معاه البلية ديال القمر. وهنا بدات الحياة والعيشة ديال حسن ومريم كتبدل، واللي خلى مريم كتعصب عليه، ولاو بزاف المشاكل بيناتهم. حسن ما بقاش كيصرف على دارو، ولا كلشي كيمشي ليه في القمر. وفي واحد الليله جا عنده واحد السيد للدار وبقى تيهدد فيه باش يعطيه فلوسو ولا يدخلو للحبس. حسن بعد ما هدن السيد ووعدو بلي من دابا اليومين غيرد ليه فلوسو. مريم وحسن ما عرفوا ما يديروا. بقات مريم كتخاصم كيف العاده على حسن وكتعاتب فيه، وفي نفس الوقت بغات تلقى الحل وتعاون راجلها. وهنا خوتي خواتاتي، مريم غتغلط الغلطة ديال العمر. بعد ما باتت الليل كله كتفكر، في الصباح غتمشي لخزينة الشركة اللي كانت مكلفة بها وغتسرق الفلوس. واللي ما عرفتوش مريم باللي غتفك راجلها وغطيح راسها في مصيبة ديال عمرها. بعد ما تعرف باللي مريم سرقات غتدخل الحبس. راجلها ما عرف ما يدير، هز الولد وداه عند خالته كان سميتها سعاد. هي وراجلها عمر كانوا العكس ديال حسن ومريم، كانوا ناس على قد الحال وعندهم 4 الوليدات. وبحكم العلاقة الصعيبة اللي كانت تعيش سعاد وراجلها عمر، خلاتو ديما معصب وديما مقاتل مع الزمان، ويلا خدام على قد الحال، وداكشي اللي تيجيب يلا قادو مع وليداتو. هاد الحالة هي اللي خلاتو يرفض ياسين ولد مريم، ولكن سعاد بقات كتطلب فيه وتترغب فيه حتى قبلو وخلاه مع ولادو. غدو الشهور، وفي واحد النهار سعاد غتفاجئ مريم ختها كتدق الباب. وبطبيعة الحال مريم مسكينة هما غير تشوف ولدها. من بعد ما شافتو وارتاحت وعودت الخت على المشاكل اللي دازت عليها. مريم ما كان عندها فين تمشي، واضطرت تجلس مع اختها سعاد. وهنا عمر غيزيد يتعصب على مراته، حيت المصروف ولا عنده كتير. عمر ولا كيدخل وكيخرج بالغوات، واللي خلى مريم مسكينه مازال مرتاحت حتى ناضت تقلب على خدمه. حتى لواحد النهار غتلقى خدمه في واحد الشركه، ولكن هاد المره ماشي محاسبه كيف كانت، غتخدم في الميناج. واخا عندها الدبلوم ديال المحاسبه، ما قالتها لحتى شي حد، بغات غير تبقى مستوره وتبدا بالميناج ومن بعد يحل الله. المهم حتى واحد ما يعرفها راه كانت في الحبس. وبدات مريم الخدمه، وكانت مرة مكافحة بزاف وكانت عزيزة على الناس اللي كانت خدامة معهم. وبقات مريم خدامة على راسها باللي قسم الله. غيجي النهار اللي غتمرض فيه مرات الباترون اللي كان سميتو الشريف اللي كانت خدامة معاه مريم. وحيت مريم معقولة وخدومة، قال ما غلقاش حسن منها يجي للدار يقابل لي مراتي، كان سميتها الحاجة عيشة. وفعلا الشريف طلب من مريم باش تبدا تمشي للدار تقابل ليه الحاجة عيشة حتى تشافى. وداكشي اللي كان، بقات مريم كتمشي كل نهار لدار الشريف والحاجة ومقابلها من داكشي الرفيع، تغسل ليها وتوجد ليها الماكلة ديالها، حتى ولات كتوجد الماكلة لموالين الدار كاملين، وولات مكلفة بالشغلات ديال الدار كاملة. الشريف غيتعلق بمريم وغيولف عليها معاهم في الدار، ولا كيبغيها. حتى لواحد النهار غيطلب منها الزواج. في الاول مريم رفضات، ماشي حيت ما بغاتش، ولكن حيت كانت مازال مزوجه بحسن واللي ما بقات بغات تعرف عليه والو. دخلت الحبس على قبله، عمره ما فكر حتى يمشي يزورها في الحبس. مريم خرجات من الحبس بتفكير اخر وبعقليه اخرى، وقررت تبدل حياتها.
وهنا مريم غتقول باللي هذه هي فرصتها مع الشريف باش تعاود حياتها، خاصها غير تفك من حسن. والغلط اللي غدير مريم مع الشريف هو انها ما قالتش ليه باللي راها مزوجه ولا مدوزه الحبس ولا عندها حتى الولد. بقات العلاقه كتطور بين مريم والشريف حتى ولا كيبغيها بزاف ولا مهلي فيها، وبطبيعه الحال ولات حتى هي مهليه في اختها سعاد وفي وليدها ياسين. هنا مريم ملي شافت راسها دخلات في المعقول مع الشريف كتقلب على الحل باش تخلص من زواجها الاول. ملي دخلت الحبس ما بقات عرفت والو على راجلها حسن وما بقاتش سمعت خبارو، وحتى اختها قالت لها ملي عطاني الولد ما بقيتش شفتو. ودازت الايام ومريم غير كتلقى الاعذار الشريف باش تعطلو على ما لقات الحل. وفي واحد النهار حسن غيعرف بلي مريم خرجات من الحبس وغيجي لعند اختها يسول عليها. كيف غتدخل مريم للدار غتلقاه كيتسناها، وهنا كانت المفاجأة اللي ما كانتش على بال مريم. ديك الساعة مريم ما عرفت اشنو دير وبداو في العتاب وفي الخوات، وانت درتي وانت قلتي وبقى الخوات، وطلبت منه مريم يطلقها. لكن حسن فهمها باللي جاي وبغى يرجع يجمع الشمل معاها ومع ولده، وبلي راه ندم على كل شي داروا ليها ومستعد يعوضها. وهادشي ما كانش سهل على مريم، واي وحده في بلاصتها ما غاديش تقبل، خصوصا وان مريم خدات طريق اخرى وبغات تبدا حياه جديده مع الشريف. من بعد غيبدا حسن كل مره يتلقى المريم ولا كيتبعها بلا ما تحس به، ومع الالحاح ديال حسن غيكتشف باللي راها على علاقه مع الشريف. بقى يقلب ويبحث حتى عرفوا شكون هو وفين خدام. هنا حسن بدا يفكر في شي خطه باش يتخلص منه ويرجع مراته، حتى غيجي واحد النهار وغيمشي لحسن عند الشريف وغيسوس ليه المزيوده وما فيها، وغيعاود ليه على مريم وعلى الماضي ديالها وباللي راهم مازال مزوجين وعندهم وليد. الشريف بغى حماق حيت كان كيبغي مريم بزاف وتعلق بيها وبغى يبدا معاها حياه جديده، حتى لقى راسو باللي مريم معيشاه في كذبه وكذبه كبيره. هنا الشريف غيخاف على راسو وعلى سمعته، حيت حسن هدو باللي يقدر يدخلو للحبس بتهمة الفساد، وبطبيعة الحال حتى واحد في بلاصة الشريف ما غيقدر يكمل في هاد العلاقة، خصوصا ملي وراه حسن عقد الزواج ديالهم. الشريف غيوقف مريم من الخدمة بعد ما غيواجهها بداك الشي اللي سمعو من عند حسن، وقال ليها باللي كل شي سالا بيناتهم. مريم ما قدراتش تدافع على راسها حيت كل شي شافو الشريف بالدليل، ما بقى عندها ما دير. رجعت مريم للدار مدمره، كيفاش هاد الراجل دخلني للحبس فرقني على ولدي وملي بغيت نبدا حياه جديده حتى هي دمرها ليا. خدات مريم وقتها في التفكير بزاف، بقات كتفكر اش من حل غدير مع هاد حسن، وزادت كرهاتو كتار. غتصل مريم بحسن وغتقول لي باللي راها فكرات في الكلام اللي قال ليها وفهماتو باللي هذاك الشريف عمرها ما بغاتو، ودابا الا بغيتي رجعوا انا ما عندي حتى مشكل. وباش تزيد طمنو كتر قالت لي خصك تبدل وترجع كيف ما كنتي في الاول. هنا حسن ما قداتو فرحه ووعدها باللي غيعوض ليها كل شيء. اول ما دار حسن داها للشقه اللي كاريها وقال ليها هنا غنعاودو حياتنا. مريم فهماتو باللي الدار عجباتها وباللي غيبداو من الصفر وعفى الله عما سلف. داكشي اللي كان. رجعت مريم لحسن ودوزو واحد المدة مجموعين، وحسن فرحان ومريم معيشة في السعادة كأنها نسات كل شي. وفي واحد الليلة غيرجع حسن للدار غيلقى مراتو موجدة العشاء وفرحانة وخالقة واحد الجو زوين. غيسولها على ولدهم ياسين، غتقول ليه باللي خلاتو عند خالتو سعاد. بعد ما سلاو العشاء ديالهم وكل شي داز في حفظ الله وامانته، غتوجد مريم الحسن واحد المشروب وما داش بزاف الوقت حتى حسن غرق في النعاس، حيت مريم كانت دايره ليه مخدر ومخدر قوي. وبلا ما تردد مريم جابت الموس وطعناتو، وحيت كان غارق في النعاس ما كانش قادر يقاوم، وبقات كتضرب فيه بالموس حتى ولا غارق الدمايات وخلاتو جثه هامده. غتصل مريم بختها سعاد وكانت في واحد الحاله هستيريه وكتقول ليها تهنيت منه راني قتلته. اختها مسكينه ما عرفتش باش تبلات وجات كتجري هي وراجلها.
كيف غيدخلوا غيلقاو حسن غارق في الدمايات، ومريم جالسه حداه ومازال شاده الموس في يدها وكتغوت. المهم كما قلت لكم في واحد الحاله هستيريه. ملي سمعوا الغوات ديالها وديال اختها الجيران غيدقوا في الباب وغيكتشفوا باللي راها جريمه واقعه وجريمه خايبه، وبطبيعه الحال غيعيطوا للبوليس. وبقات مريم في نفس الهستيريا وكتغوت. هادشي اللي سهل على البوليس المهمه ووفرت لهم الوقت باش يعترفوا على القاتله قدامهم ومعترفه. بعد ما داز التحقيق والاستماع لمريم غتحكم عليها المحكمه بالمؤبد. هاد المصيبه خواتاتي سببها ان مريم صلحات الغلط الاول بغلط كبر منه، وزادت غلطات ملي تلقات الشريف وما صرحاتوش. ربما كان يقدر يعاونها لكنها استمرت في الغلط. ديما خواتاتي الانسان يستحضر العواقب والنتائج باش يتفادى المشاكل والمصائب. هنا سالت القصه ديالنا، والاولى والاخرى الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. وما تنساوش تدعموني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والله المعين.